السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد سنتطرق فيه إلى كيفية تسجيلات ماستر 2020. سأقوم بالدخول إلى الموقع، سأتركه لكم أسفل الفيديو. ستجدون الموقع كالآتي: ستجدون تسجيلات بكالوريا 2020 سنة ثالثة ليسانس ماستر دكتوراه. نضغط على ماستر. تظهر لنا هذه الصفحة. إن كنت من خريجين الجامعة لهذه السنة 2020 ستختار الخيار الأول، أو إن كنت من خريجي الجامعة نظام LMD الدفعات السابقة أو من المؤسسات الأخرى أي جامعة أخرى، أو خريجي النظام كلاسيكي تختار الخيار الثاني. الخيار الثالث يعني يخص طلبة المدارس العليا، سنختار الخيار الثاني. بما أني أنا خريجة الجامعة سنة الفائتة سأختار الخيار الثاني. ستختار الكلية، التخصص الذي ستسجل فيه: علوم وتكنولوجيا، هندسة معمارية، علوم إنسانية واجتماعية. سأختار لغة وأدب عربي. ستظهر لك هذه الاستمارة لتقوم بتعبئتها: بريد الإلكتروني، البيانات الشخصية للمترشح، الاسم، اللقب بالحروف اللاتينية، الجنس، انظر تاريخ الميلاد. تاريخ الميلاد، بلدية الميلاد، ولاية الميلاد بالأرقام 7، بسكرة، عنوان الإقامة الشخصي، الرمز البريدي، رقم الهاتف. ستقوم بتعبئة معلوماتك الشخصية بكل دقة طبعا، ثم بيانات خاصة بالبكالوريا. ستحضر كشف نقاط البكالوريا وتقوم بتعبئة المعلومات. سنة الحصول على البكالوريا، الشعبة، الملف الإلكتروني. هنا ستقوم بتحميل ملفاتك التي هي كشف نقاط البكالوريا وكشف نقاط المسار الدراسي وشهادة النجاح المؤقتة. ستقوم بتصويرهم. أسهل طريقة هو
يوجد هذا البرنامج. هذا البرنامج تقوم بتصوير الورقة وتحويلها PDF، ثم تقوم بتحميلها هنا كشف نقاط البكالوريا. قمت بتصويرهم سابقا ووضعتهم في درايف، سأجدهم هنا. درايف دبلوم، سأبحث عن كشف نقاط بكالوريا. كشف نقاط البكالوريا، أقوم بالضغط عليه لتحميله. ملفاتي هنا أسهل. تحديد كشف نقاط بكالوريا، كشف نقاط المسار الدراسي، إضافة ملفاتي لأني قمت بتحميلهم سابقا. جلوبال هنا، هذا هو شهادة النجاح. ملفاتي دبلوم، هذا هو تحديد بيانات الشهادة. سنة أولى، معدل سنة أولى. تقوم بكتابة معدل السنة في كل سنة، سنة أولى، ثانية، سنة ثالثة. تقوم بكتابة معدل السنة إن كنت ناجح بالدورة العادية والاستدراكية. عدد السنوات المعادة إذا كنت معيد في السنة هذه. سنة رابعة تخص نظام الكلاسيكي. بيانات خاصة بتكوين الفرع إن كنت قد درست دراسات لغوية، ثم نضغط على التالي. بطاقة الرغبات هنا يعطيك التخصصات الموجودة في ميدانك. الرغبة الأولى لسانية تطبيقية، الرغبة الثانية لسانية عربية، هكذا. سأقوم التالي. الرسالة التحفيزية نموذجية من الرابطة أيضا، سأقوم برؤيتها وأعود إليكم، لم أراها مسبقا. هذا هو نموذج الرسالة التحفيزية: اسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، العنوان، الرقم، البريد الإلكتروني. طبعا سأقوم بالتغيير عليها ثم إرسالها. قمت بتحميل الرسالة التحفيزية وغيرت عليها لتكون مني، وأقوم بإضافتها إلى الملف. التي سأقوم بإضافتها ثم إرسال. استمارة الترشح لسنة الأولى ماستر بعنوان السنة الجامعية 2020 ميدان لغة وأدب. تم تسجيل طلب ترشحكم. هكذا تقومون بإنهاء
التسجيل، ومن لم يفهم منكم كيفية التسجيل يقوم بالتواصل معي عبر بريدي الإلكتروني، ستجدونه أيضا أسفل الفيديو، وشكرا.